قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أنت ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية هينو فروح شوفه الأول. في الجزء اللي فات شفنا هدف هينو الأسمى في الالتحاق بفيلق محاربة التنانين، ومن ثم دخول إحدى الكائنات الغريبة في جسمه أكسبته شكل مختلف وقوة جبارة عن باقي الناس، وكمان مواجهاته الكتيرة مع الوحوش الخطيرة وحماية زمايله وإنقاذ الناس في المدينة. وفي الأخير شهدنا صراع هينو مع كايجو رقم 9، وكان هيقضي عليه لولا تدخل أعضاء الفيلق وهروبه منهم قبل ما يحصل حاجة ويعرفوا هويته. ولكن بعد ما بيشتت انتباههم بيتفاجأ بهوشينا قدامه. فيا ترى ايه هيحصل بالظبط؟ وهل هوشينا هيسيبه بالسهل كده بعد ما لقاه؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهارده. بعد ما هوشينا بيحرر كل قوته وبيجهز للقضاء عليه، الواد كان لسه هيفكر ونلاقي هوشينا صابه في صدره. هينو بيحاول يبعد عنه، ولكن هوشينا بسرعة البرق بيحصله، ضربات وهجمات من كل الاتجاهات، ولكن هينو بيحاول يهرب وخايف يصيبه، مش عارف يعمل ايه بالظبط علشان لو استخدم قوته عليه هيقتله. ولكن النقيب مش رحمه وعمال يقطع فيه من كل مكان، ده كمان بيقطع ايديه ونواته بتتكشف قدامه، عارف مكانها لو قدر يوصل لها فهينو خلاص هيموت. بيهجم عليه تاني وهينو مصدوم من سرعته، ده مش بني ادم، لا ده وحش بحق وحقيقي. هوشينا هو كمان استغرب من وتيرة القتال وبيقول له ما تسترجل يالا وتواجهني زي الناس، ولا انت خايف ولا ايه؟ الواد لسه هيرد بوم هوشينا هجم عليه بسرعه البرق، كان هيصيبه لولا ان هينو اتفاداها بصعوبه، ولكن ده كان مجرد تمويه للضربه الاساسيه. فجاه بيظهر قدامه وبيجمع كل قوته وبيضرب على النواه بتاعته. شكلك هتموت ولا ايه يا صاحبي؟ ولكن لحسن الحظ جسمه اتفاعل معاه وقدر يصد هجمته في اخر لحظه. هينو وقتها اتعصب من اللي عمله وجمع كل قوته وضرب عليه وبيبعده عنه، ولكن الضربه كانت متوجهه ناحيه السيف علشان النقيب ما يتصابش او يحصل له حاجه. هوشينا على طول بيترعب وبيبعد عنه بسرعه وبيكون مستغرب علشان ما وجهش الضربه ناحيته. لو كانت الضربه صابتني فكنت هموت وش. بيبص عليه تاني علشان يهجم عليه، ولكن بيلاقي اختفى من المكان. هينو استغل تشتيته وهرب قبل ما يحصله. لا جامد. بيروح لشينوميا وكان مفرهد على اخره وبيقول لها هم فين؟ جرالهم ايه؟ ودوني ليهم. بتقول له ما تقلقش يا عم، ايشكاوا وهارو لسه عايشين، استخدموا عليه تقنيات علاج متطوره وان شاء الله هيقوم بالسلامه. المهم يا عم انت خدت بطاره وخلصت على الوحش اللي كان هيموتني ده ولا ايه؟ فبيقول لها ولا ايه؟ بيحكي لها كل اللي حصل والبنت كانت متضايقه جدا. بتقول له يا عم ما تقلقش، كده انا اللي هقتله. هوشينا هو كمان كان هادي يحلل اللي حصل له ومستغرب جدا من اللي هينو عمله. الوحش ده قوته جباره فعلا، ولكن ليه وجه ضربته ناحيه السلاح مع انه لو ضرب عليا انا كنت هموت؟ اكيد في حاجه غلط بتحصل. المهم بعد ما بيخلصوا المهمه بنجاح، هينو وشينوميا بيروحوا يطمنوا على ايشكاوا، الحمد لله كان لسه عايش. بيباركوا له على سلامته وهارو بيفوقوا هو كمان وبيقول لهم يا سلام يا سلام على كايجو رقم 8 ده، لما وصل للامانه كان جبار، بهدل الكايجو التاني ولا تقول يا عم افاتار. انا بجد بحبه جدا جدا ومبهور من قوته. هينو بيتحرج من كلامه وبيقول له العفو على ايه؟ ده اقل حاجه عندي. عند مين؟ شينوميا بتزيد على الموضوع وبتقول له قصده عند الكايجو يعني، بس هو بيحب يعيش الدور شويه. بعدها بياخدوهم على الاحتفال اللي مجهزينه بمناسبه اتمام اول مهمه ليهم ورجوع ايشكاوا بالسلامه. الكل فرحان والاحتفال كان تمام التمام. بيعدي الوقت وقبل ما الاحتفال يخلص هوشينا بينزع عليهم، بيقول لهم عندي خبر تاني بخصوص واحد فيكم. بعد اصرار كتير ومحاولات اكتر، اخيرا العضو الفرع اثبت كفاءته في المعركه وقررنا نضمه ليكم. حقق حلمه المره دي وبقى عضو رسمي زيه وزي اي واحد فينا. باركوا هينو للتريا العضو اساسي معانا. الكل بيفرح وبيباركوا له على النجاح ده وكانوا في قمه السعاده بيه. بيروح يلبس البدله العسكريه بتاعته، ومين اللي بتلبسها له؟ ايوه هي مينا، صديقه طفولته اللي خد وعده معاها زمان. من كتر الفرحه بيكون سايبها وماشي من غير ما يقول اي كلمه، ولكن مينا بتنزع عليه، بتقول له مش معنى انك اتقابلت معانا يبقى انت كده هتقف جنبي في ساحه المعركه، لسه قدامك كتير علشان توصل لمستوايا. الواد بيفرح علشان لسه فاكره الوعد بتاعهم وبيقول لها تمام، اوعدك ان ده هيحصل في اسرع وقت ممكن. وبعدين بيسيبها وبيمشي. وبالليل كان عادي يذاكر ويتعلم كالعاده علشان يطور من قدراته اكتر واكتر. بيعدي الوقت ولما بيزهق بيروح علشان ينام. بيسمع صوت حد في صاله التدريب وبيروح يشوف مين اللي صاحي لحد دلوقتي. اول ما بيوصل بيلاقي النقيب هوشينا بيتدرب تدريب من نار، بيتشقلب زي الافاتار. هنا بيركز معاه وبيعرف انه بيطبق نفس التقنيات اللي استخدمها اثناء مواجهتهم سوا. بيحاول يبقى اقوى علشان لما يواجهه مره تانية. الواد اترعب وبيقع على الارض وهوشينا بيلاحظ وجوده. بيقول له انت ايه اللي جابك هنا في الوقت المتاخر ده؟ انا كنت بتدرب وبزود مهاراتي علشان لو قابلت الكايجو ده تاني مش هرحمه. كان قدامي ولكن ما قتلتوش، ولكن المره الجايه هستخدم كل قوتي عليه وفي حركه واحده هشقه النصين. هنا بيترعب وبيقلق من قوته ديت وبيقول له يا عم الله يعينك، انا بجد مرعوب منه، الواد ده شكله هيعاني فعلا. وقبل ما هوشينا يمشي بينزع عليه وبيقول له اياك تتكبر يا صاحبي، انا راهنت عليك 1% من توقعاتي وعندي امل انك تبقى قد المسؤوليه، علشان كده اياك تتخاذل وعايزك تبقى اقوى واحد فينا. وبعدين سابه ومشى. الكلام بيأثر فينه فعلا وبيطلع على السطح يفكر ازاي يزود قوته، مش عارف يعمل ايه. وفجأة بيسمع صوت جاي من فوقه، لسه ما بيلحقش يبص بيلاقي نيازك نازله عليهم من السما،
بتدمر المكان بالكامل، واعضاء الفيلق بيقوموا مفزوعين ومحدش فاهم حاجه. مش كان الكايجو بيهجموا من تحت الارض، امال ايه اللي جابهم من السما؟ ايوه ده نوع جديد اقوى بمراحل وشكلها هتقلب مجزره. النقيب هوشنا بيجمع كل الاعضاء وبيتجهوا لساحه المعركه. المباني متدمره، اعداد الكايجو كتيره وولعوا في المكان بالكامل. هينو كان لسه واقف على السطح بيراقبهم وبيترعب من اللي شافه. بيكلم النقيب هوشنا وبيقول له في حاجه غريبه بتحصل، دول هجموا علينا في سراب واحد واستهدفوا نفس المنطقه، وكمان هجماتهم حيويه وبيساعدوا بعض في المناطق اللي بيضربوها. فبيقول له معنى كده حاجه واحده بس، ايوه في كايجو قوي جدا هو اللي بيتحكم فيهم ويوجههم. بالفعل كانوا وصلوا قدامه، باين عليه قوي جدا. اول ما بيشوف الاعضاء قدامه بيقول لهم تعالوا لي، مين اقوى واحد فيكم؟ هوشنا لسه هيتكلم وهوب هجم عليه بسرعه البرق. النقيب فاد هجمته بصعوبه وبيعرف مدى خطوره الوحش اللي قدامه ده. لسه هيفكر وبوم الوحش هجم عليه تاني. يا دوب بيفادي هجماته بالعافيه. هوشنا هو كمان بيطلع سلاحه وبيهجم عليه بكل قوته. ضرباتهم وركلاتهم متساويه ومحدش عارف يصيب التاني. الكايجو مستمتع على الاخر وبيقول لهم اخيرا لقيت خصم قوي يواجهني، ده انا مش هرحمك. في الوقت ده كان بقى الاعضاء بيحاربوا في الحوش التانيه، اجسادهم صلبه جدا والضربات مش بتاثر فيهم. وفجاه هنا بيكلمهم وبيقول لهم جسمه فيه درع من قدام، ولكن لو هجمتوا عليه من ورا هيكون الموضوع اسهل بكتير. وفعلا بيسمعوا كلامه. اتنين من الاعضاء بيتفقوا مع بعض وبيعملوا خطه عليهم. الاول بيشتت انتباهه والتاني بيلف من ورا ظهره وبيطير عليه. خلاص كان هيقتله، ولكن هوب بيظهر وحش تاني وبيكفره. على طول بيهرب قبل ما يحصل له حاجه وما بيلحقش يصيبه. وفي وقتها كلهم فقدوا الامل وما عادوش عارفين هيتصرفوا ازاي دلوقتي. ولكن انت متخيل الموضوع ده هيدوم؟ ده عند السلوم. هوبا شينوميا وصلت بسلاحها الاسطوري، بتهجم على الوحش بسرعه اسطوريه وبوم ضربه كسرت درعه الامامي. بعدها بتقف على جثه الوحش بعد ما قتلته وبتقول لهم طالما انا هنا محدش هيحصل له حاجه، علشان كده مش عايزه حد فيكم يقلق. جمدان يا بت والله. الكل وقتها بيتشجع من كلامها وبداوا بالهجوم من تاني. احدى الوحوش بتشوف شينوميا وبيهجم عليها، ولكن البنت بتفادي هجمته وبتنزل عليه بالضربه اللولبيه خلصت عليه. التاني بيحاول يكفره وبيهجم عليها، ولكن البنت بتاخد بالها وابلع يا عجل انت، خلصت عليه هو التاني بضربه واحده. التالت كان في السما وجاي عليهم، ولكن ضربه من تحت الاعضاء جمدته ووقع على الارض قدامهم. اشكاوا هو اللي عمل كده. شينوميا بتشكره وبتطير على الوحش وهوب بتطير دماغه. اللي بعده يا هناها يا سعده. من الناحيه الثانيه هوشنا كان لسه عمال يفادي هجمات الوحش ده بكل صعوبه. بيسحبوا في مكان خالي من السكان علشان ما حدش يتاذى وبياخدوا لساحه التدريب. يا دوب بيوصل من هنا بيلاقي الوحش جمع قوته وهجم عليه بسرعه كبيره جدا. نجح انه يصيبه وطيره من المكان بالكامل، ولكن هوبا دراع الكايجو بالسلامه. هوشنا بيقف ولا جراله اي حاجه. بيفعل الهيئه الاولى من قوته، هجم على الوحش بسرعه صاروخيه، عمال يقطع فيه من كل مكان والوحش مش قادر يعمل معاه اي حاجه. ومش كده بس، لا الهيئه الثانيه وبدات تشرح وتقطع فيه من كل مكان والوحش ما عادش قادر يتحرك. الوحش بيقول له طالما انت قوي كده طب تعالى. على طول بيعالج نفسه وبيهجم عليه من تاني، مفكر انه هيصيبه ولا حاجه. وبوم هوشنا بيقطع جسمه، نواته بنت قدامه. الوحش وقتها اترعب وهوبا سكالوبا طريق السلامه انت. هوشنا دمر نواته وخلاص دي نهايته. ايه الجمدان ده كله يا ابني؟ الكل كان فرحان ومفكرينه خلاص انتصر، ولكن فجاه بدون اي مقدمات بنلاقي جسمه بيتجدد، عمال يكبر اكتر واكتر ومحدش فاهم اي حاجه. وفجاه الوحش بيظهر تاني بحجم وقوه اكبر بمراحل. يا ترى هتعملوا ايه دلوقتي يا صاحبي؟ الكل كان واقف مرعوب من اللي بيحصل قدامه. من ناحيه دمروا نواته ومن الناحيه التانيه اتجدد وبقى اقوى بمراحل. ده كمان بيدي اشارات لباقي الوحوش علشان يدعموه. هوشنا واقف وشايف كل ده بيحصل قدامه وبيولع من الحماس. بيقول له مش انت كده طب تعالى. بدا بالهجوم عليه من التاني بكل قوته، بيتسلق جسمه العملاق ده وعمال يقطع فيه، بس كل ده بالنسبه له ولا حاجه. بيحاول يصيبه في رجله ويوقعه ولكن بدون اي فايده. جميع محاولاته بقت بالفشل. وساعتها جه في باله فكره، سمع كلام هينو وقرر يهجم عليه من ظهره. بيطلع في البيت ده وبيجري بسرعه كبيره جدا علشان يهجم عليه، ولكن هوبا الوحش طلعت له عيون كتير في ظهره وبوم اداله ضربه كسرت به المكان. بيقع على الارض فاقد الوعي ومؤشراته الحيويه جابت اخرها. شكلها دي نهايتك يا صاحبي. في الوقت ده هوشنا بيغرق في ذكرياته، بيفتكر لما كان صغير وبيقول لوالده انا حلم انضم لفيلق الدفاع واحارب معاهم. ابوه بيقول له يا ابني مهارات السيف بتاعتك دي عفى عليها الزمن وما عادتش ليها اي قيمه. الناس دلوقتي بتستخدم مسدسات ومدافع وانت مش هتعرف تجاريهم. ولكن هوشنا ما استسلمش، لا ده فضل مامن بنفسه ومصدق حلمه رغم كل اللي الناس قالته له. نجح فعلا ينضم ليهم وراح يقدم نفسه للنقيب مينا، وكان مفكرها هتقول له نفس الكلام وانه مش هينفع يقاتل معاها. ولكن مينا بتصدمه بكل معنى الكلمه، بتقول له ايه رايك تنضم ليا في ساحه المعركه؟ عايزك تقف جنبي ونبقى اقوى اتنين وندافع عن المدينه. في اللحظه ديت كان هوشنا ما زال فاقدا للوعي. جميع هيئه الدفاع قلقانين عليه ليكون حصل له حاجه، بينزهوا عليه بيقولوا له قوم يلا يا بطل احنا معاكم مش هنسيبك، بس انت مفكر انه مش هيرد عليهم ولا ايه؟ تبقى غلطان. هوشنا بيفوق من تاني بيقول لهم ما تقلقوش عليا، الوحش ده اللي ليا. بيجمع كل قوته
قوته من تاني وبينقض عليه بسرعة البرق. بدأ في التقطيع من كل مكان، ولكن الوحوش الصغيرة بتنضم للقتال وبتعتبر قنابل موقوتة بتنفجر قدامه. ولكن انت متخيل ان ده هيفرق معاه؟ لا والله، هوشنا بيفوق له، بينزل عليه بطوله، بيقوم من تاني وبيهجم على الوحش بكل قوته. الضربة الأولى كسرته، لف من وراه والضربة التانية دمرته، التالتة كمان واحلى مسا عليه، يمين شمال بيقطع فيه والكايجو مش عارف يعمل أي حاجة. ولكن في لحظة تشتيت من هوشنا أثناء ما كان بيهجم عليه، الوحش مسكه في إيده عمال يضغط عليه أكتر وأكتر، والواد مش عارف يعمل أي حاجة. هنا وصل في الوقت المناسب وشاف كل اللي حصل وكان مرعوب جدا من اللي قدامه، خايف لهوشنا يحصل له حاجة وبيندفع بكل قوته وبدأ في التحول علشان ينقذه. ولكن في آخر لحظة بيسمع صوت وصول النقيب للمكان، وهوبا ادت للوحش ضربة فلتت الواد من إيده. أيوه هو ده الكلام، هوشنا كان في قمة السعادة من وصولها وعارف إنهم هينتصروا. الوحوش الصغيرة هي كمان بتوصل وبتهجم عليها، ولكنها بتهرب منهم بكل سهولة. باقي الأعضاء كمان بيتجمعوا في نفس المكان وبيساندوهم، بيحاولوا يمنعوا أي حاجة توصل لها عما تجهز هجومها التاني. هنا هو كمان ولع عامل حماس ومسك المسدس بتاعه وبيضرب عليهم. هوشنا برغم الجراح اللي فيه ما استسلمش وقلب ليفاي أكرما وهجم عليه بكل قوته، بيقطع فيه من كل مكان وعمل دراعه شاورما. الوحش بيتشتت معاهم وبوم، الضربة التانية من مينا دمرت صدره ونواته بانت قدامهم. خلاص الضربة الجاية لو صابت نواته فهو كده اتقتل. ولكن الوحش ده سرعة تجدده كبيرة جدا ولازم يمنعه عما هنا تجهز هجمتها الأخيرة. وهوبا بنلاقي شينوميا هي كمان بتنقض عليه، ولكن هجمتها ملهاش أي تأثير بالنسبة له. هوشنا بيقول لها أنا أقطع دراعه وأنت تضربي في نفس المكان علشان يسبب أكبر ضرر وما يتجددش. بالفعل ده اللي حصل، هما الاتنين بيهجموا مع بعض وبيدمروه. الوحش ما عادش عارف الهجوم جاي له منين. أخيرا النقيب جهزت هجمتها الأخيرة، حررت كل قوتها في المدفع وبتضرب الضربة الفتاكة وبوم نسفته من المكان بالكامل. الوحش حرفيا ما عادش ليه أي أثر. كم أنت جميلة يا مينا والله، القوة دي كلها يا بنتي. الكل كان في قمة السعادة بسبب الإنجاز العظيم ده، وإنهم خلاص خلصوا المهمة. جميع الجنود كانوا تعبانين جدا من المعركة ديت، مينا بتنزل لهم والكل كان في قمة السعادة. هنا هو كمان كان واقف بيبص عليهم وغرقان في دموع الفرحة، مبسوط جدا بنجاحات صديقة طفولته وبيحب لها الخير أكتر من نفسه. الواد ما بيحبوش من فراغ والله. إيشكاوا بيقول له ما تعيطش يا صاحبي، شجع نفسك علشان في يوم من الأيام أنا متأكد إنك هتقف جنبهم. الواد بيفرح من كلامه وبيقول له شكرا ليه. ولكن أثناء ما كانوا في عز الانبساط نمر مينا بيحس بحاجة غريبة بينبههم ليها، والعيال أول ما بتبص لفوق بتتصدم. جميع الكايجو الصغيرة اتجمعوا في مكان واحد وعملوا قنبلة كبيرة جدا. دي لو نزلت على الأرض فدي مش نهايتكم، لا دي زي القنبلة النووية هتدمر المكان بجميع المناطق اللي حواليه. واحد فيهم بيضرب ولكن مع كل ضربة بيحصل انفجار بيصيبهم. الكل حاسس بالعجز ومحدش عارف يعمل ايه دلوقتي. ولكن فجأة المجنون بتاعنا بينطلق بسرعة جنية قدامهم ومحدش فاهم حاجة. النقيب بيحاول يمنعه ولكن بيحس بقوته، مش عارف ده ناوي على ايه بالظبط. وفجأة هنا بيطير قدامهم، بيتحول لكايجيت امام مرأة كل الموجودين. الكل مصدومين في حالة ذهول من اللي شايفينه. هنا وقتها بيقف تحت القنبلة، بيجمع قوة جبارة في كل انحاء جسمه وبينطلق عليها بسرعة صاروخية، بيوصل عندها فعلا وبيضرب بكل قوته. محدش مصدق اللي بيحصل قدامه ده، كمان بيفعل 100% من قوته وبياخد القنبلة وبيطير بعيد عنهم على طول. بيسيب نفسه وبيبعد عنها قبل ما تنفجر، ويا دوب بيقع على الارض. من هنا القنبلة فعلا بتتفجر، وبرغم كل الارتفاع ده وما زالت قوتها مش محدودة وبتدمر المكان بالكامل. اما لو كانت نزلت الارض بقى. ولكن ما زال هنا عامل درع وبيحمي زمايله من اثر الانفجار وخايف لحد يحصل له حاجة. الجمال والمروءة دي كلها يا ابني بعدها اثر القنبلة بتختفي وكل حاجة بترجع لطبيعتها من تاني. الواد بيلف علشان يطمن على زمايله، ولكن بيسمع مينا بتندهله. هينو كافكا، قصدي كايجو رقم 8، أنت رهن الاعتقال. ضربة لم تكن في الحسبان، فلقد فعلت كل شيء من أجلهم، ولكن لقد كنت أول ما رفعوا السلاح في وجهك يا هينو. الواد خد صدمة لم تكن في الحسبان. بالفعل بيروح معاه وبينقلوا لي الزنزانة، وكل المدراء بيعرفوا باللي حصل. بيعملوا اجتماع طارئ بيحضر في كل الناس التقيلة المختصة بقتل الكايجو، بيعرضوا عليهم المشكلة وبيعرفهم كل اللي حصل. بدأ كل واحد يقول رأيه، فيهم اللي بيقول اقتلوه، واللي بيقول احنا نستخدمه كسلاح معانا في الجيش، واللي يقول احنا نقطعه ونستخدم جسمه كسلاح يستخدمه اعضاء الفيلق. كلهم كانوا محتارين، ولكن فجأة بيقطع كلامهم رئيس نقابة الصيادين، وهو مين؟ كيوكو والد شينوميا. بيقول لهم قبل اي حاجة انا عاوز الواد ده ينتقل للمنطقة فيه قاف دال، وهناك بقى انا هفكر وهقول لكم هنعمل فيه ايه بالظبط. بالفعل اثناء ما هينو كان قاعد زعلان بيفكر في اللي حصل، بتدخل عليه مينا ومعاها شوية جنود بيبلغوه بترحيله وبياخدوه معاهم علشان ينقلوه. اول ما بيطلعوا من المبنى بيلاقي كل زمايله واقفين مستنيينه، زعلانين جدا على اللي حصل له وخايفين لا يقتلوه او يعملوا له اي حاجه. هينو ما كانش قادر يرفع عينه في وشهم علشان خبى عليهم طول الفتره ديت ومفكر ان محدش فيهم عاوز يشوفه. ولكن اول ما بيركب العربيه ايشكاوا بيروح له بيقول له انا وكل زمايلي معاك وفي ظهرك، اياك تستسلم يا
صاحبي. وبعدين العربيه بتتحرك وبيمشوا. مينا بتقول له انا عاوز اتكلم معاه. بصراحه لما انت طلعت تجري على الوحش وتحولت انا اتصدمت، ولكن ما استغربتش من اللي انت عملته. انت طول عمرك كده بتحب الخير وبتندفع تنقذ الناس حتى لو هتيجي على نفسك. انا هجمع كل الادله والبراهين اللي اقدر عليها، وهحاول بكل جهدي الناس ببراءتك وما يحصلكش حاجه، وده علشان انت مش وحش زي ما قالوا عليك، لا انت هينو صديق طفولتي. الواد بيتاثر من كلامها، بيقول لها مينا انا لسه عندي فرصه وامل ان اقف جنبك في ساحه المعركه صح؟ البنت بتسكت شويه كده وبتقول له اكيد، انا هفضل على طول منتظره اليوم ده بفارغ الصبر، ولو باقي ثانيه في عمري هستناه. ليه بس بتقلبوا علينا المواجع يا صاحبي؟ في نفس تلك الاثناء كان زمايل هينو هم كمان قاعدين زعلانين على اللي حصل له، وبيقولوا بقى هي ديت النهايه، بعد ما خاطر بحاته علشان ينقذنا يعتبروه مجرم ويعملوه المعامله ديت، احنا لازم نلاقي حل في اسرع وقت ممكن وننقذه. شينوميا هي كمان بتروح لوالدها علشان تستسمحه وتقول له على كل حاجه. اول ما بتدخل بتقول له على فكره انا كنت عارفه من البدايه هينو انقذ حياتي قبل كده ومش هيأذي اي حد فينا، انا عاوزاك تعفو عنه وتضمه لينا مره تانيه ونرجع زي الاول من تاني. الاب وقتها بيدي لها اشعه لصدر هينو وبيقول لها ده مش انسان، لا ده خلاص قلبه اتحول لجوهره وما عادش انسان زيه زي البشر. البنت برضه بتعترض ولكنه بيقاطعها، بيقول لها هينو ده وحش شكله شكل اللي قتل امك يا بنتي، اياك تخلي عاطفتك تسيطر عليك وتستهيني بيه مهما حصل. البنت فعلا بتتاثر من اللي قاله لها وبتسيبه وتمشي وهي زعلانه جدا. من الناحيه التانيه كمان النقيب جمعت اوراق بخصوص هينو وكل الادله اللي تثبت بيها انه لسه بشري زي ما هو، ادتها المره وطلبت منها تفحصها وتسلمها للمدير في اسرع وقت ممكن، والكل كان نفسه هينو يرجع لهم بالسلامه. في نفس الوقت كان هينو قاعد في الزنزانه مقفول عليه من كل ناحيه، بيقول انا لازم اثبت لهم اني بشري ومش هاذي حد فيهم ابدا. وفجاه الباب فتح، بيدخل اقوى عضو دفاع عرفته البشريه، العضو اللي بيقتل الكايجو بكل اريحيه، كيوكو والد شينوميا. اول ما بيدخل عنده بيقول لهم فكوه. المدراء بيحاولوا يحذروه لكنه بيتعصب من كلامهم، لو كان كايجو بكل قوته فهو بالنسبه لي ولا حاجه، يلا اسمعوا الكلام. وفعلا بيسمعوا كلامه هينو بيقوم له بيحاول يفهمه اللي حصل وبيقول له يا عم والله انا انسان زيكم، ولكن بوم بيضرب عليه بالمسدس. الكل مرعوب وفي ثانيه صابه في صدره، خد منه عينه دم وبيقول له اي حد يقدر يصد الرصاص ده بايده يبقى مش بشري خلاص، وطالما انت صديته فلازم تموت دلوقتي. طلب بدلته القتاليه لبسها وفعل كل قوته، هالته ملأت المكان بالكامل، هجم على الواد بسرعه كبيره وهينو ما بيلحقش يتفاداها وايده بتطير من ضربته، ما بيلحقش يعمل حاجه والضربه الثانيه طيرته. هينو حاول اجزاء من جسمه وزود سرعته وبيحاول بس انه يفادي هجماته، ولكن في ده حتى مش ملاحق، كل ما يجري المدير بيحصله بيقطعه من كل حته والواد ما زال مش راضي يهجم عليه. شينوميا بتشوف اللي حصل له وكانت مرعوبه عليه جدا ومصدومه من قوه والدها. الراجل ده بيقول لها ده لسه ما استخدمش ضربته الاساسيه، من كام سنه فاتوا اثناء محاربته الكايجو رقم 2 استخدم احدى تقنياته القتاليه وقتله بضربه واحده، ولو استخدمها على الواد ده فبالسلامه بقى. وفعلا هينو كان بيحاول يبعد عنه ولكن بوم ضربه طيرت ايده، بيحاول يلحق نفسه ويهرب ولكن الثانيه في بطنه، بيطير في الجو من قوتها وما عادش حاسس بجسمه. ايه ده؟ جميع اطرافه اتقطعت في ثانيه واحده والمدير جاهز ضربته وبيجهز للقضاء عليه، بيضرب عليه وخلاص هينو هيودع، ولكن المفاجاه هينو تحاول بالكامل وصد ضربته بكل سهوله. يا الهي، هالته سوداويه ومحمله بالشر وشكلي في حاجه غلط في الموضوع، بيصرخ صرخه مدويه زلزلت المكان بالكامل، محدش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. شينوميا بتعرف ان ده مش هينو، لا الكايجو خلاص سيطر على جسمه، وفعلا هينو كان غرقان في منطقه جواه ومش فاهم في ايه بالظبط، فاقد السيطره على جسمه وبيقولوا الوحش اللي اخترقه قبل كده، والواد مش فاهم اي حاجه. وفي اللحظه دي الكايجو اللي جوه استخدم كل قوته، هالته ملأت المكان بالكامل وبنطلق بسرعه اللامبورجيني على المدير علشان يقتله. شينوميا بتندع عليه علشان تفوق ولكن خلاص ده مش شايف اي حد قدامه، بيهجم على المدير وخلاص شكلها دي نهايته. اولا لا، فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل المدير كده بالسلامه ام انه هيقدر يتصدى لهجمته؟ ويا ترى ايه مصير هينو بعد اللي حصل ده؟ استنونا في الجزء الثالث من حكايه هينو، وما تنساش تشترك في القناه وتصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.